السلام عليكم، فيديو جديد ووصفة جديدة. وكيف عودتكم دائما مع الوصفات السهلة والاقتصادية. اليوم إن شاء الله في إطار فطور المدرسة وكذلك الغدي غادي نشارك معكم مجموعة من الاقتراحات البسيطة والاقتصادية. كيكة رخامية بيضة واحدة، كذلك غادي نحضر معكم الكريب ناجح للمبتدئات بمكونات اللي مضبوطة جدا، كيجي رقيق أحسن من المخابز الكبرى، كيجي رائع البنات كي كتلاحظوا في الصورة. من أروع وأسهل الكريب اللي ممكن أنكم توجدوه وغادي يولي معتمد عندكم. كذلك غادي نشارك معكم كيكة المحلبات الغنية عن التعريف اللي كتجي عالية وسهلة سهلة في التحضير، مكونات اللي بسيطة. غير تبعوا معايا الفيديو كيف ما عجبكم الفيديوهات السابقة، كذلك هذا الفيديو هذا غادي ينال الاستحسان ديالكم. بالنسبه للاقتراح المالح اللي غادي نشارك معكم لي شوسون او الفطائر اللي كيجيو لذات ساهلين بحشوه اللي كتعطيهم لذه ومذاق جد مميز. كنتمنى هاد الاقتراحات اللي غادي نشارك معكم ينالوا الاستحسان ديالكم. قالت بيضه واحده ايضا اللي كيجي لذيذ بزاف، هشيش كيدوب في اليد قبل الفم. الاقتراح الاول اللي غادي نشارك معكم كيك يومي بيضه واحده، كيكه رخاميه سهله بزاف بصلصه كتعطيها لذه ومذاق. بسم الله على بركه الله. في اناء حبة واحدة دائما بحرارة المطبخ من البيض، رشة ملح لتعديل الذوق، وكيس منسم بالفانيلا. غادي نضيف كأس إلا ربع من سكر حبيبات أو السكر سنيدة، وغادي نخلط جيدا هاد العناصر دائما بالمضرب اليدوي حتى كينسجم لي البيض مع السكر. بالنسبه لهاد المرحله كتعطيوها شويه الوقت باش كيندمج لكم البيض مع السكر. ومن بعد غادي نضيف كأس إلا ربع من الزيت نباتيه. بالنسبه للزيت غادي نضيفوه على دفعات وانا كنطرب. من بعد ما خلطت جيدا هاد العناصر غادي نضيف كأس ممتلئ من الحليب. بالنسبه للعبار اللي كنعبر معكم بالكاس ديال العنبه. صافي هنايا كنخلطو مزيان، ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا كي كتلاحظوا نفس الكاس غادي نعبر كأس ممتلئ من الدقيق الخاص بالحلويات مع جوج ديال الاكياس من خميرات الحلويات اللي المجموع ديالهم 16 غرام. غادي نخلط مزيان هكا حتى كيدخل لي داك الدقيق في الخليط. ومن بعد غادي نضيف الكميه الثانيه من الدقيق. بالنسبه لي انا هنايا غادي نستعمل جوج ديال الكؤوس، ما يعادل تقريبا واحد 200 غرام. صافي هنايا كنبقى ندخل هذاك الدقيق بشويه بشويه حتى ينسجم ليا. ومن بعد هنايا الاضافه اللي غادي تعطينا واحد الطراوه واحد الهشاشه لهذا الكيك، جوج ديال المعالق من نشا او لا مايزينا، فكتعطي الكيك واحد الطراوه واحد الخفه زوينه بزاف. غير جربوها البنات المايزينا في الكيك وغادي تحصلوا على واحد النتيجه رائعه. هنايا من بعد ما خلطت هاد العناصر في هاد الاثناء راني شاعله الفران من الاسفل فقط باش يسخن. غادي نقسم الخليط ديالي. بالنسبه للخليط الاول غادي نخليه على جنب، وبالنسبه للخليط الثاني غادي نضيف ليه كيس من بودره الكاكاو، وغادي نخففو شويه بالحليب لانه ثقل. صافي كنخلطو مزيان حتى كينسجم ليا. من بعد غادي ناخذ المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي ندير هكا طبقات، يعني طبقه بالفانيلا وطبقه من الكاكاو. وانا نكمل الكميه كامله ديال الخليط. كيف قلت لكم راني شعلت الفران على عافيه اللي تتكون متوسطه 180 درجه من الاسفل فقط. صافي هنايا غادي نستمر حتى نكمل الكيكه كامله، يعني كنبقى نفرغ خليط بالفانيلا والخليط اللي درت ليه بودره الكاكاو حتى كنكملهم كاملين. ومن بعد ما غادي نكمل هذا الخليط هذا في هذا المول هذا. بالنسبه للمول كيبقى اختياري، انا غادي نحضروا معكم في هذا المول لانني اول مره غادي نشارك معكم هذا الكيك هذا. هنا راه ولدي راه قايم بالواجب، راني حاضيني شنو كندير. صافي هنايا غادي نكمل كل شيء، يعني الخليط كامل. من بعد غادي ناخذ واحد الموس وغادي نحاول انني ندير هكا خطوط في الوسط باش كيجينا الكيك ديالنا مزيكزاكي. صافي هنايا الكيك ديالنا من بعد ما خرجته من الفران غادي نخليه على جنب، وغادي ندوز باش نحضر الصلصه اللي غادي نحتاجوه فيها. كاس الا ربع من الماء، غادي نضيف ليه ساشي من بودره الكاكاو ومعلقه صغيره ديال النشا، وجوج ديال المعالق كبار من السكر حبيبات او السكر سنيده. غادي نخلط هاد العناصر على البارد. من بعد غادي نديرهم فوق النار حتى كتغلى لينا هاد الصوص هادي. كنخليو الصوص ديالنا حتى كتغلى. غادي نرجع الكيك نديمو ليه من بعد ما برد. غادي نديرو فهاد التبصيل هذا وغادي نقلبو. هانتوما كي كتلاحظوا راه كيجي خفيف واللون ديالو موحد، كيجي رائع. غير جربوه. صافي هنايا الصلصه ديالنا من بعد ما تقالت هذا هو القوام ديالها. كنحاول انني نزين بها بهذا الشكل هذا. كنحاول انني ندير هاد الخطوط اللي غادي يجوني في الجوانب ديال الكيك.
فجربوا البنات هاد الكيكه هادي راه كتجي لذيذه وسهله. بالنسبه للصلصه ديال الشوكولاته او الصلصه اللي غادي نزين بها الا كان عندكم الشكلاط ضيفوه البنات فغادي يعطيوها مذاق زوين. انا حاولت انني نعطيكم صلصه اللي سهله واقتصاديه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. هنايا زينته بحبيبات ديال الشوكولاته يعني لي بيبيت شوكولا باش يعطيو واحد المنظر زوين. وكيبقى تزيين اختياري، زينو باش ما بغيتو. بالنسبه للاقتراح الثاني اللي غادي نشارك معكم كريب بالكاكاو وكذلك بالفانيلا، كريب اللي ناجح ونفس الطريقه اللي شاركت معكم في الاول الفيديو اللي نال استحسان الاخوات والحمد لله حقق نسبه مشاهده كبيره بزاف بزاف وناجح. غير تبعوا هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم مقادير اللي مضبوطه. بسم الله. في اناء غادي ندير 3 حبات من البيض دائما بحراره المطبخ او الغرفه. غادي نضيف رشه ملح لتعديل الذوق دائما وجوج ديال الاكياس من الفانيلا، جوج ديال الاكياس البنات اللي غادي تضيفوا في هذه المكونات. من بعد غادي نضيف السكر حبيبات. هنايا البنات غادي نضيف 6 ديال المعالق. بالنسبه لكل نصف لتر من الحليب كنديروا 3 ديال المعالق. الا نتوما بغيتوا ديروا غير نصف لتر من الحليب غادي ديروا 3 المعالق. بغيتي ديروا لتر من الحليب غادي ديروا 6. من بعد غادي نضيف الزيت من بعد ما خفقتهم مزيان حتى هو غادي نضيف 6 ديال المعالق. يعني في كل نصف لتر غادي نديروا 3 ديال المعالق. صافي هنايا غادي نضيفوا يطرو ديال الحليب كي كتلاحظوا في الصوره وغادي نخلط مزيان وغادي نضيف الدقيق. هنا الدقيق كذلك عطيته لكم معبور، يعني كل زلافه كتوزن 250 غرام. كل نصف لتر من الحليب كنضيفوا ليه 250 غرام من الدقيق ما يعادل ربعة. صافي غادي نضيف انا دقيق كامل يعني جوج ديال الزلايف اللي غادي نضيف في هاد المكونات. هنايا من بعد غادي نصفي الخليط. ضروري البنات ما كتصفيو الكريب ديالكم لانه كيكون فيه واحد الحبيبات. المهم تبعوا البنات النصائح اللي كنعطيكم وهذا الكريب هذا راه غادي ينجح معكم وغادي ينال الاستحسان ديالكم. هنايا من بعد ما خلط غادي نقسم الخليط. في هذه المرحله الا بغيتوه تحضروه يعني كامل بالفانيلا ما ديروش هاد المرحله هذه واكتفيو به. صفيو وبداو كطيبوا. انا غادي ندير جوج ديال الانواع يعني الكريب بالكاكاو وكذلك الكريب العادي. بالنسبه للكريب ديال الكاكاو او بودره الكاكاو غادي نخليه على جنب وغادي ندوز باش نطيب معكم الكريب. هنايا غادي ناخذ المقله. بالنسبه للقطر ديال المقله ديالي عندها 20 سنتيم في القطر ديالها. غادي ناخذ الكميه الاولى من طبيعه الحال قبل ما كنديروا كل مغرفه كنخلطوا الخليط. ضروري ما كنخلطوه حنا كنبقاو نطيبوا. هنا كنخليو الكريب ديالنا حتى كينشف وكذلك يبدا يتقلع معنا من الجوانب وكنقلبوه. ها نتوما كي كتلاحظوا كيجي اللون ديالو موحد. احسن البنات من الجاهز. بالنسبه للفيديو السابق اللي شاركت معكم كانوا العبارات بالمليلتر وبزاف ديال الاخوات قالوا لي عطينا العبار بالكاس عطينا العبار بالزلافه. المهم هذا الفيديو هذا حاولت انني نجمع لكم فيه بزاف الوصفات ونعطيكم كذلك طريقه ديال الكريب العبار اللي كيكون مضبوط. صافي هنايا غادي نكمل انا الكميه كامله. يعني ما حاولت انني نعطيكم الفيديو قصير باش ما يجيكمش ممل. يعني غادي نكمل انا الكميه كامله ديال الكريب سواء اللي بالبودره الكاكاو او لا العادي. فراه تيعطينا البنات كميه كثيره تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كي كتلاحظوا راه كثير الكريب. هنايا انا غادي نزينو معكم بطريقه سهله. يعني خديت الكريب لويته وهكا زينته بخطوط من الشوكولاته اللي كيبقاو اختياريين كفكرة انكم تقدموهم لوليداتكم في الكوتي وكذلك للضيوف ديالكم. كنتمنى هذا الاقتراح ينال اعجابكم وغادي ندوز معكم الاقتراح الثالث. كيكه المحلبات الكيكه الغنيه عن التعريف. كيكه اللي كتجي ناجحه من اول تجربه. من اسهل واروع الكيكات اللي ممكن انكم تجربوهم مذاق البرتقال. كتجي ناجحه البنات. هانتوما كي كتلاحظوا بلا ما نحتاج انني نظر فالفيديو راه موضح نفسه. فراه كتجي خفيفه بزاف. في اناء دائما حبه واحده من البيض بحراره المطبخ. غادي نضيف رشه ملح لتعديل الذوق وكاس من سكر حبيبات. كاس من السكر. غادي نخلط مزيان هاد العناصر دائما بالمضرب اليدوي. كنعطيو كل حاجه وقتها في التضرب. من بعد غادي نضيف كاس الا ربع من الزيت النباتيه دائما بنفس الكاس. كنضيفوه على دفعات وحنا كنخلطوا. البنات الفيديو انا هنايا حيت مسرع ولكن راه كل حاجه كنعطيها وقتها في التضرب. من بعد غادي نضيف كاس من الحليب وغادي نسم انا بمبشور البرتقال. بالنسبه للمنسم كيبقى اختياري نسمو بالحامض او لا بالفانيلا او لا بالبرتقال لكم الاختيار. هنايا غادي ندوز باش
نضيف واحد المكون اللي كيعطينا واحد الهشاشه لهذا الكيك هذا، نصف كاس من النشا اولا مايزينا. فكتجي رائعه البنات هاد الكيكه هذه الا ضفتوا فيها المايزينا. من بعد غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي غادي نضيف 2 ديال الكؤوس بالعبار ديال كاس العنبه، يعني ضفت 2 ديال الكؤوس من الدقيق مع نصف كاس من النشا اولا مايزينا. غادي نضيف معاهم 2 ديال الاكياس من خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام. وبالنسبه للمقادير كامله غادي تلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف. صافي هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، ما تيكونش ثقيل بزاف وكذلك ما كنخليوش الكيكه خفيفه. غادي ناخذ قطرات من الخل اللي غادي نضيفها اولا ملعقه كبيره من الخل نضيفها. ومن بعد غادي ناخذ المول نفرغ الخليط. بالنسبه للمول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي ندخل الكيك ديالي حتى كيطيب من الجهه السفليه اولا كيتحمر، عاد كنشعلوه عليه من الفوق كياخذ داك اللوي اللي كيجي هكا مذهب البنات. ما كنشعلوش الفران من الفوق ومن التحت، غير الجهه ديال اللي كتكون من الاسفل. صافي هذا هو الكيك ديالنا. من بعد ما خرجته من الفران غادي نديمو ليه وغادي ندهنو بالكونفيتور وهو سخون. هنا غادي ندهنو بالمربى. انا كان عندي هكا المربى غير ديال الاكل، يعني ما كانش عندي ديال الحلوى اللي كيكون هكا جاري، فاستعملت هذا وزينتها بالكاوكاو كونكاسي. فكنتمنى هذا الاقتراح ينال اعجابكم، ولا عجبكم اخواتي جزاكم الله خيرا. ما تنسونيش من لايكاتكم وواحد التعليق، وخا غير قليب في التعاليق فضلا منكم وليس امرا. بالنسبه للاقتراح الرابع كذلك غادي نشارك معكم لي شوسون. المهم هادو افكار البنات تحضروهم لوليداتكم وتهناي اسبوع كامل بلا كثره الوقوف. هاد لي شوسون هادو كيجيو لذاذين وساهلين ساهلين البنات، بحشوه اللي كتعطيهم لذه ومذاق جد مميز. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم. وغادي نحتاجو 300 غرام من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غادي نضيف لهم خميره الخبز ملعقه كبيره. كذلك غادي نضيف الملح. هنايا غادي نضيف شويه ديال الفلفل الاحمر اللي كيعطينا واحد اللون زوين للعجين، ونصف كاس من الزيت النباتيه، معلقه كبيره من العسل اللي ممكن تعوضوها بالسكر حبيبات. غادي نخلط مزيان هاد العناصر وغادي نعجن بالماء اللي كيكون دافي. كنبقى نضيف الماء تدريجيا وانا كنجمع العجين، ما كنقصحوش العجينه وكذلك ما تنجريوهاش باش ما تعذبناش في الخدمه. صافي هنايا غادي نوضعها فوق سطح العمل. غادي ندلكها واحد الكا خفيفه وغادي نرجعها للاناء ونخليها تختمر. هنا غادي ندوز معكم الحشو اللي غادي نحتاجو فيه القرع. هنايا عندي المكور اولا ليشو او الملفوف كل واحد باش كيسميه، الجزر كذلك البصل. واستعملت هنايا الكفته ديال الدجاج اولا الصدر ديال الدجاج اللي طحنته. هنا غادي نخلط هاد العناصر وغادي نضيف ليهم الزيت. بالنسبه للتوابل غادي نضيف الملحه، سكينجبير، الفلفل الاسود اولا البزار. كذلك غادي نضيف القليل من القزبر يابس اللي كيعطي مذاق زوين، شويه ديال الخرقوم اولا الكركم، وغادي نخلط مزيان. البنات جربوا هاد الملفوف اولا اللي يشوف في الحشوات راه كيجي لذيذ بزاف. هنايا كاضافه غادي نزيد شويه ديال صلصه الطماطم اللي كتبقى اختياريه. من بعد غادي نضيف واحد 2 معالق كبارين ديال الجبن، استعملت انا هاد النوع هذا. واخر حاجه غادي نزيد شويه ديال القزبور ومعدنوس اللي قطعته، ونخلي الحشو ديالي يبرد. صافي البنات هذه الحشو ديالي وجدته. غادي نرجع معكم العجين من بعد ما اختمر. كنديكازي اولا كنحيد منه داك الهواء اللي تكون ونقسمها على 2. من بعد غادي نبدا باول كره نفردها فوق سطح العمل بالاستعانه بشويه ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات اولا الدقيق العادي. وصافي كنبقاوها كنطلقوا ونخليوها رقيقه، يعني عجينه اللي تكون رقيقه. كناخذوا القطعه على حساب الحجم اللي بغيتو. انا استعملت هذه ديال مولينيكس. غادي نقطع ونوضع واحد الكميه من الحجم وكنبقاو نجمعوا لي شوسون ديالنا اولا الفطائر بالشكل المعتاد. كنقرصوهم بطبيعه الحال باش ما كيتحلوش معنا. وراني شعلت الفران على 250 درجه من الاسفل فقط. هنايا كنبقاو هكا نقادوهم ونحاولوا اننا نتكيو مزيان من الجوانب باش ما كيتحلوش لينا في الطياب. ضروري البنات كتضغطوا عليهم من الجوانب مزيان باش ما كيتحلوش. غادي ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نبدا نعمل هكا واحد الاشرطه، ندهنهم بالصفر ديال البيض وغادي نزينهم بالسمسم الابيض وندخلهم الفران من الاسفل فقط حتى كيطيبوا من الجهه السفليه. عاد كنشعلوا عليهم من الفوق كياخذوا داك اللون اللي كيجي هكا محمر، وهذا هو الشكل ديالهم. من بعد ما طابوا راه كيجيو لذاذين ورطبين البنات، ساهلين في التحضير.
ما نوصفش لكم المذاق ديالهم مقرمشين وفي نفس الوقت رطبين. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم، ولا وصلتوا معايا حتى لهنايا البنات ما تنسونيش من لايكاتكم وكذلك واحد التعليق. جزاكم الله خيرا وجعلها ان شاء الله في ميزان حسناتكم. بسم الله على بركه الله. في اناء بيضه واحده دائما بحراره المطبخ كيف عودتكم. غادي ناخذ البيضه الثانيه، غادي نضيف ليها غير الصفار البياض عفوا، وبالنسبه للصفار غادي نحتفظ به للتزيين. من بعد غادي نضيف رشه ملح دائما لتعديل الذوق، وكذلك غادي نضيف كاس الا ربع من السكر حبيبات او السكر سنيده. غادي نخلط مزيان هاد العناصر دائما بالمضرب اليدوي، فكل حاجه كنعطيوها حقها في التطراب. فانا حيت غادي نشارك معكم مجموعه من الوصفات، يعني مسرعه الفيديو، فانتوما كل وصفه عطيوها حقها في التطراب. صافي هنايا من بعد غادي نضيف الفانيلا وغادي نخفق جيدا هاد العناصر، وغادي نزيد الحليب عفوا الزيت. هنا بالنسبه للزيت غادي نضيف كاس الى ربع من الزيت نباتيه، دائما العبار بالكاس ديال العنبه، وغادي ندمج جيدا هاد العناصر. من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال العسل اللي كتعطينا واحد المذاق لذيذ لهاد الكاليط هذا، وكذلك كتعطينا اللون. صافي هنايا كنبقى كنطربو مزيان، فانا كان عندي شويه العسل ثقيل يعني خدا مني واحد الوقت. من بعد هنايا ما خلطت مزيان غادي نضيف واحد الفلون ديال الكراميل اللي كيعطينا واحد التزوينه لهاد الكاليط هذا. فإلا كان عندكم ضيفوه، ولا ما كانش عندكم ممكن انكم تستغناو عليه. من بعد غادي نضيف الدقيق. هنايا بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي احتاجيت انا 3 ديال الكؤوس، لا اقل ولا اكثر، بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. فانا ضفت الكاس الاول وغادي نخلط. من بعد غادي نحيد هذا المضرب اليدوي وغادي نستعمل يديا. صافي هنايا من بعد غادي نضيف الكاس الثاني حتى هو على دفعات وانا كنخلط. بالنسبه للفران راني شعلته على عافيه اللي تتكون مهيله، خليته يسخن العافيه اللي تتكون مهيله. من بعد غادي نبدا هكا نخلط وغادي نضيف الكاس الثالث. صافي انا هنايا استعملت 3 ديال الكؤوس، يعني هذا المقدار ديال المكونات استعملت معاهم 3 ديال الكؤوس من الدقيق. بالنسبه للعجين ما كيكونش قاصح، وكذلك ما كنخليوش مرخوف باش ما كتسيحش لينا العجينه في الفران. استعملوا 3 ديال الكؤوس بهاد المكونات اللي عطيتكم وغادي يعطيكم نفس النتيجه ديالي. صافي هنايا كناخذوا الصينيه كنفرشوا ليها ورق الطبخ اولا كندهنوها بالزيت اولا هاد السيلبات مهم اللي عندكم، وكنبقاو نشكلوا الكريات ديالنا. بالنسبه للحجم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. انا غادي نديرهم حجم اللي شويه متوسط ماشي كبير بزاف، وكذلك ما غاديش نصغرهم. كنبقى هكا نشكل الكرات وكنبسطهم شي شويه في يديا وغادي نوضعهم في الصينيه. من بعد هنايا ما كملتهم كاملين كنحاول انني نضغط عليهم واحد شويه هكا بالاصبع ديالي بالاصابع عفوا. كنبقى كنشكلهم على حسب الحجم اللي بغيتو. وهنايا راه باقي غينتفخوا معكم، يعني بالنسبه للحجم غير ضغطوا عليهم لانه باقي فيهم الخميره غادي ينتفخوا. صافي هنايا غادي نحاول انني نقادهم مزيان بنفس الشكل. ومن بعد غادي ناخذ هذاك الصفار ديال البيض اللي احتفظت به، ضفت ليه القليل من قهوه سريعه الذوبان، وغادي هكا نبقى ندهنهم كيف كتلاحظوا في الصوره. من بعد غادي ناخذ واحد الفرشيطه وغادي نبدا نزين بها. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب كنديروهم في الرف الفوقاني وكنخليو العافيه من التحت حتى كيبداو يتحمروا لينا من التحت، عاد كنهبطوهم ونخليهم ياخذوا داك اللوي اللي كيجي مذهب. ومن بعد غادي نتلاقى معكم. في هنايا وصلت معكم لنهايه الفيديو. كيف عودتكم هذا هو الشكل النهائي ديال الكاليط ديالنا من بعد ما طاب. فراه تيجي هشيش بزاف وسهل في التحضير. ممكن توجدوهم في اخر وقت، ما تياخذوش منكم لا وقت ولا مجهود، يعني غير تقدموهم مع كويس ديال الاتاي راه ساهلين للكوتي او للضيوف الغفله.